ديالو زوين وبلاصه اللي زوينه بزاف، ومن ديما وانا باغيين نمشيو ليها. فهاد المره جات الفرصه وكنا ان شاء الله غادي نديروا ليها وقيته، وغادي نطلعوا عليها ندوزو فيها واحد يومين ولا 3 ايام على حساب الكرا. الى لقينا الكرا زوين وشي دار اللي نقيه زوينه غادي نجلسو فيها يومين ولا 3 ايام، وإلا ما عجبناش الكرا ولا هذا غنرجعو. بالنسبه للطريق درنا من شفشاو للوادله ساعه و10 ديال الدقائق. الطريق كانت ما بيهاش، كانوا شويه ديال الفراجات، ولكن الانسان يمشي غير بشويه عليه وان شاء الله يوصل بالسلامه. انا كيف كتشوفوا صافي دخلنا لمنطقه وادله، وكانت اول مره نمشيو واحد البلاصه وما عندناش فكره على فين غنجلسو. سواء كنكونوا ديجا دايره ريزيرفاسيون، ولكن في وادله وكلنا موجود الكرا وداكشي اللي كان. كيف كتشوفوا هاد الدار هادي هي اللي كرينا كتطلع على البحر، كيف كتشوفوا هاد السطح ديالها فريمون على البحر. وما صورتش لكم صراحه الشقه ديال السيده. الناس اللي مهتمين نقدر نخلي لهم النمره ديال التليفون ديالها في التعليقات، ولكن نقيه بزاف. انا مشينا نتغداو وخدينا طاجين ديال الشطون اولا لانشوبه اولا لي سونشوا، كل واحد شنو كيسميوه، ولكن ما بارطاجيتش معكم المحل الريستورون. صراحه كان داكشي عادي ما كيسالش انني نبارطاجي معكم. وخرجنا باش نكتشفوا المنطقه ونشوفوا كان البحر صراحه هايش. واخا يبان لكم هادي، ولكن شوفوا الامواج كيفاش كيضربوا، راه كانوا كيتجرسوا الامواج بواحد الشات تبارك الله. يعني من بعد هبطنا ان نحاول نعوم، ولكن كانت الموجه كتقدر تضربك تقلبك. ولا المهم كان البحر هايج. انا الناس كانوا الصيادة كانوا كيشروا الشبكة ديال الصيد، وكانوا الناس هكا دايرين بيهم وتبارك الله كانوا مخرجين الحوت كيف كتشوفوا على الفلوكة. المهم واحد الاجواء، واحد المنظر زوين بزاف. وكان الريح مشات، داكشي علاش كان دوك الامواج هنا كيبانو لكم مزيان. كانوا الامواج مشادين. صافي كنا غادي نجربوا اننا نعومو، ولكن راه دخلنا ميم با 10 دقائق ورجعنا. صافي خرجنا هنايا. ملي رجعنا لابارتمون كان البحر صافي بدا شي شويه كيرصا، وكان واحد الهدوء. المهم هاد لابارتمون تقريبا كتهز حتى 6 ديال 5 حتى 6 ديال الناس ماكسيموم. فيها واحد الصالون وفيها شومبر كوشي والدوش و بالكون وواحد لاكور عاد عندها السطح الفوق. الا بغيتي تنشرو واحد لابارتمون ولا ما فهمتش عندها السطح ديالها دونك الفوق الا بغيتو تطلعوا ولا تجلسوا فيه. المهم ملي ما عجبناش المكان البحر ديال وادله وهايج بزاف داك النهار وصلنا. كنا الغد لي ان شاء الله غنوضو نمشيو لتارغه اولا تاركه صراحه. المهم كنخلي لكم السميه ديالها انا كيفاش كتكتب، غالبا تاركه. ومشينا ليه بقينا خرجنا مع الصباح بعدا وفطرنا تما في وادله. الفطور كان عادي شمالي، البيض والزيتون، بيض مقلي والزيتون وهذا. وصافي وخرجنا شدينا الطريق. هنا اللي كانوا تبارك الله كانوا يعني كنا غاديين في الجبال، يعني كانوا الفراجات بزاف، ولكن واحد المناظر اسمعوا لي انا كان الطوموبيل مطباجي شويه، ولكن شوفوا على مناظر راه في التليفون ماشي بحال في الواقع. واحد المنظر كنا في هابطين في هبطه يعني بحال الجبل هكا في ترتيبه، والمنظر ديال البحر من الفوق كان واعر بزاف. انا صافي وصلنا و بقينا كنقلبوا على اقرب نقطه اللي فيها البحر مزيان. انا دخلنا لهداك الباركينغ ابخي ما عجبتناش البلاصه حتى هاد الصخره هادي، و زدنا صافي عاودنا خرجنا من هنا. وهنا فين غتلقاو مكتوبه شاطئ تارغه. هنا فين غتلقاو وغتدخلوا مع الطريق راه كديكم طواله البلاصه فين غتوقفوا الباركينغ صافي وتهبطوا للبحر. كيف كتشوفوا راه ملي دخلنا مع داك البانو اللي مكتوبه فيه شاطئ تارغه غتبقاو غير غاديين حتى الاخر وغاديين توقفوا. صافي تما كاين واحد العزاز خلينا ليه الطوموبيل، كان البحر خاوي. نذكركم اننا راه
داكشي. شوفوا الماء كيفاش هادئ، وراه هنايا غنغامر بالتليفون ديالي وغنهبطو تحت الماء باش غنوريكم الصفاوة ديال الماء. شوفوا البحر كيفاش صافي. ولكن البحر اللي شتو صافي بزاف في حياتي هو البحر ديال الدالية. البحر ديال الدالية ملي كتهبطي تحت الماء وكترمي عينك كيبانلك صافي وانا واحد الكليب دايز مسكين وهبط كيتبرد وعجبني وصورتو صافي. هنايا كنا غاديين بقينا كنتسناو باش يبان لينا الطريق راه ما عامراش اولا ما فيها حتى شي مشكل، حيت كانت واحد لاكسيدون، كان الطريق شي شويه عامره ما بين بلوكيا ما بين شاطئ تارخه وما بين سطيحات. دونك تنينا حتى ما بقاتش ديك لاكسيدون مبقاش طالع لنا بلي كاينه. ومن بعد شدينا الطريق صراحه هي كانت شي شويه صعيبه، كانوا فيها الفراجات بزاف، الواحد خاصو فريمون يرد البال داكشي علاش يعني يقدروا يطراو فيها دي زاكسيدون. ولكن ما شاء الله راه دزنا على شي بحور اللي زوينين بزاف ولكن ما عندهمش طريق، يعني خاص الواحد يحط طوموبيله الفوق ويهبط. داكشي علاش شفناهم غير بعينينا وكملنا حيت ما عندناش كيفاش نديرو. ولكن الناس اللي يقدروا هكا الا كانوا دراري هكا صحاب مع بعضياتهم ويقدروا يهبطوا ديك المسافه ويدوزوا لهادوك البحور اللي كاينين ما بين تارغة وسطيحات راهم زوينين بزاف. كيف كتشوفوا هنا تعمدت انني نصور لكم واخا التصوير ما كانش مزيان، ولكن تعمدت انني نصور لكم الطريق كيفاش دايره. راه ما كتبانش بحال الواقع، راه كتكون كيكون دوب الفراش وكيكون شي شويه ما بعض المرات كتكون هابطه. دونك الواحد غير بشويه عليه، راه فهاد الطريق هادي فين طرات لاكسيدون غير بشويه. المهم ان الانسان يوصل، هذا هو المهم. مع شوف بحال هاد الطرقان هو الطوموبيل ديما تكون عندك، يعني ما تخليش السرعه تخليك تفقد السيطره على الطوموبيل، ما توليش الطوموبيل هي اللي سايقاك. خاصنا حنا نبقاو سايقين الطوموبيل واخا نمشيو بسرعه بطيئه، هذا هو المهم. وانا شوف سبحان الله العظيم على المناظر اللي كانوا، راه واخا نبقى نحاول نصور فيهم بواحد الطريقه اللي كنحاول نوصل لكم الصوره كيف ما في الواقع، ولكن ماشي بحال العين المجرد. الناس اللي يقدروا يمشيو لهاد المناطق هادو راه كنشجعكم انكم تمشيو ليهم. حنا كنا صراحه سمعنا بلي البحر ديال تارخة احسن من ديال سطيحات، ولكن كنا بغينا نشوفو وصلنا خاصنا نمشيو نشوفو وتكون عندنا التجربه الخاصه ديالنا. وداكشي اللي كاين تقريبا الوقت ما بين تارخة وسطيحات انا نخلي لكم انا مكتوب. ما بين وادلو وتارخة درنا تقريبا 20 دقيقة، وما بين شاطئ تارخة وسطيحات درنا 15 دقيقة تقريبا. ولكن هذيك 15 دقيقة ما حسيناش بها حيت غاديين ومستمتعين بالطريق من تارخة لسطيحات. المناظر كانوا أجمل. هنا صافي راه قربنا كاريمون، راه صافي مبقالنا والو وندخلوا لوسط المنطقة ديال سطيحات. وهيا مكتوبة في البانو مركز سطيحات. صافي كنا غادي نوصلوا، غادي ما نتعطلوش بزاف، نشوفوا غير الاجواء كيفاش دايره والبحر ديالها كيفاش داير، نقارنوه مع البحر ديال تارخة ووادلو ونرجعوا باش ان شاء الله نرجعوا لوادلو، لاننا في وادلو راه ما عملناش في البحر ديالو، فكنا بغينا مثلا نرجعوا لوادلو يعني ما عملناش فيه كفايه، يعني ديك 10 دقائق اللي عملنا فيها وكان البحر عايش ما خلاتش لينا صوره زوينه على الشاطئ ديالو. داكشي علاش كنا ضروري ما غنعاودو تمنينا ان داك النهار يكون البحر هادي باش نرجعو نعومو فيه. ولكن من بعد غنبارطاجي معاكم وغتشوفوا بلي شاطئ وادلو العومه فيه هي ديال الصباح، يعني من 8 الصباح حتى لديك 12 ونص كيكون البحر زربية ما فيهش المواج نهائيا واللي زوين كتر. وهذه ما قدرتش نصور لكم وكيكون فيه الحوت. المهم تنرجعوا لهنا، راه وصلنا لشاطئ السطيحات. شوفوا البحر كيفاش داير، كيبان من بعيد زوين. وحتى الناس كانوا فريمون قلال بالنسبه للناس اللي كيبغيو يكريو على البحر. انا غنصور لكم هانتوما راه اونفاس مع البحر كاينين بزاف ديال لي زابارتمون للكرا، وهنا كرينا بيطالو ب50 درهم الساعه
مهماش كيسو يحطو بزاف، فدغيا شدت الدوغة ديال البحر وخرجت بحالي. البحر ديال السطيحات اللي مسوينش فيه الاسبال عجبكم بزاف القدام فين كيعومو الناس، داكشي علاش مبقيناش فيه بزاف صافي ورجعنا. دونك الناس اللي حايرين واش يمشيو للتارغة ولا السطيحات، انا كنصحكم بتارغة 100%. الناس اللي كيبغيو يخرجوا بالليل مثلا كيكونوا دوك الاجواء ديال لافوار وفين يلعبوا الدراري الصغار وهذا، فروادلو كتبقى هي احسن وجهة. صافي هنايا رجعنا بحالنا باش نرجعو كيف قلتلكم الوادلة ونكتشفوها مازال، حيت مازال ما اكتشفناهاش بزاف. دونك انا تقريبا على من 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 شاطئ السطيحات حتى الوادلة درنا 35 دقيقة، 35 دقيقة بحال هكا، ما بين 30 حتى 35 دقيقة. وعاوتاني انا صورت لكم البحور اللي كانوا في الطريق، وهاد البلاصة هادي باينة هي المرسى ديال هاد البحر، ملي كاينين الفليك وداكشي. صافي دزنا على حتى التارغة حيت الطريق وحدة، وانا راجعين ضروري ما دزنا على تارغة باش نكملو الوادلة. بالنسبة للكراف وادلة راه كيف قلتلكم ما صورتش لابارتمون ديال السيدة احتراما للشقة ديالها، ولكن الناس اللي مهتمين يخليو ليا في التعليقات وغادي نخلي لهم النمرة ديال السيدة واتصلوا بها. تعرفوا راه الكرا في شهر 9 ماشي بحال الكرا في شهر 8 كيكون غلا كتر. وصافي هادشي اللي كان بالنسبة للغدا. راه خدينا دي ساندويتش في الشاطئ ديال تارغة قبل ما نتحركو للسطيحات، وهكا باش تغدينا ونا مشينا نتعشاو. هاد المطعم ولكن صراحة الماكلة ما عجبتناش عندو نهائيا، وندمنا حيت عشينا عندو. انا شخصيا ما كنصحكمش به. صافي ومن بعد خرجنا تمشينا